حافظي كينطلق بالكره، الحافظي كيمرر الكره، كترجع مره اخرى فيفيون مافيدي تبريو جميله. تمريره او 3 تمريرات او ثلاثيه في التمرير كانت في ابداع وامتاع من وسط الميدان، افتتح عن طريق التسجيل. الهدف الاول الاخضر الرجاوي عن طريق الحافظي، طريقه جميله لعبات الكره بكل صراحه من وسط الميدان. الحافظي يعود للتالق من جديد. لاحظوا التمريره كيفاش لعبات، طريقه جميله، 3 تمريرات وجها لوجه الحافظي وبطريقه اجمل، ويسجل الهدف الاول، هدف مقابل لا شيء. بورزوق بدور جميل على مستوى الواجهه الاماميه، لكن الحافظي اليوم يريد ان يسجل. مابيدي كيحافظ على كورتو بطريقه جميله، فرصه الهدف الثاني للرجاء عن طريق العقال. وبأي طريقة دخل العقال داخل منطقة العمليات وكانت الكرة، ولكن هناك احتجاج على الحكم على أساس أن هناك تسلل. إذن صلاح الدين العقال يسجل الهدف الثاني، واحتجاج على صابر كيرفع كرة جميلة فيها تسلل، الفرصة بنية يقلص الفارق لشباب الريف الحسيمي، هدفين مقابل هدف الآن. شباب الريف الحسيمي يسجل الهدف الأول له في هذه المواجهة أمام فريق الرجاء. إذا هدفين مقابل هدف، تتغير النتيجة. قلت أنه لقاء مفتوح في أهداف، في متابعة وتشويق. شباب الريف الحسيمي فريق اللي ما نزلش اليد ديالو، فريق اللي عرف أنه بإمكانه أنه يوصل لمرمى فريق الرجاء وكان له ما أراد. شوفوا الإعادة، الهدف للوهلة الأولى ارتطم بالقائمة الأيمن، ثم عبد الكريم بن هنية يسجل الهدف الأول لفريق شباب. مقطوعة كتلعب مرة أخرى، البحث عن تسديد، ثالث الأهداف في هذا الأثناء لفريق الرجاء. إذن ثالث الأهداف للرجاء، 3 أهداف مقابل هدف. غادي نتابعوا الإعادة. علي بن عمر يسدد، وعبد الاله الحافظي صاحب التسجيل، صاحب الهدف هو الثاني له في هذه المواجهه. اذا كان هناك احتجاج على الحكم على اساس ان هناك خطا لديوب، والحكم شر بطاقه صفراء، ما عرفش من كانت البطاقه. اذا 3 أهداف. كاروشي في التنفيذ، كيرفع كره دايريه هناك داخل منطقه العمليات، تسديده محمد علي بن معمر يسجل رابع الاهداف للرجاء، والهدف الاول له رفقه فريق الرجاء. اذا 4 أهداف مقابل هدف. فريق الرجاء يعلن اليوم انه يبحث عن التألق والعودة.